ايه ده؟ ايه ده؟ يا جماعه فعلا والله مش عايزه اقول لكم ريحه جميله قد ايه. هاي انا اميره وانا بلوجر ودي مامتي. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. مش طيب. بمناسبه عيد الام هنعمل وصفات حلوه من الزمن القديم. هنعمل كشك المظات وهنعمل فرخ. كشك الماس. كشك المظ وهنعمل فرخه بالبصل المكرمل. دلوقتي بالنسبه للكشك انا بغلي الشوربه وبعدين حطيت لبن على دقيق. المفروض ان على حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا عموما مثلا هعمل طبقين فحطيت حوالي كوبايه لبن على 4 معالق دقيق. يعني هو الاساس بتاعه اللبن والدقيق بالظبط كده. وبعدين كمان بنبقى على جنب كده بنيجي بالزبده، ناخد زبده. اوكي حطي هنا زبده. ايوه حطي قطعه كده. الزبده دي اولا انا دلوقتي الشوربه غليت هنزلها كده. عملتي شوربه بمرقه دجاج ولا من غير؟ ممكن اعملها بمرقه دجاج وممكن تبقى شوربه عندي شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه بط، اي حاجه يعني اي شوربه عندك. وبعدين كده خلاص هي لما غليت اروح حاطه فيها ايه اللبن والدقيق اللي المفروض ان انا ايه مقلباهم من الاول تشيها على النار عشان تتقل. ايوه افضل اقلب فيها بقى لحد ما اخد السمك اللي انا عايزاه. وبعدين طبعا عايزه ملح وفلفل، اضيف الملح والفلفل برضو على حسب ايه يعني الرغبه، حسب الرغبه بالظبط. في ناس بتحط في الكشك ده اللحمه مثلا عشان يعني اختصر الوقت او كده. ممكن احط ايه الزبده على الناحيه الثانيه. حطي يعني نص البصل ده. دي حوالي 5 بصلات متوسطين عاملاها للكشك وعاملاها كمان للفراخ اللي هي بالبصل المكرمل اللي هعملها دلوقتي. الزبده هي ابتدت تسيح. انا هشوح البصل. طبعا كل البصل ما يبقى اكتر كل ما بتبقى الاكله دي جميله قوي على فكره. يعني في تكه دلوقتي كده ممكن تبقى جميله قوي اني الزبده اخد شويه زبده احطهم على الدقيق باللبن والشوربه هتعمل طعم جميل قوي. احنا عايزين اللون البني الغامق يعني. ممكن بصي كده تروحي حاطه شويه زبده ببصل كده على المكون بحيث ايه بيديله طعم جميل قوي كده. خلاص اوكي. هعينها بس عشان البوتاجاز بيبقى سخن فهعينها عشان هو بس بيهدى. وشيلته على طول عشان ما يتلسعش يعني ما تكملوش مع سخونه البوتاجاز عشان أيوه. ما يتلسعش. انصحكم بالاكله دي بتدي طعم هايل جدا جدا للفرخه. بصي بقى الاحتياجات ايه. بصل، فلفل الوان مع فلفل اخضر، السكر اهو زي ما قلت لكم. قد ايه بس؟ قد ايه؟ معلقه. بحط معلقه كبيره سكر. ماشي. اوكي. وبعدين دبس الرمان. على فكره دبس الرمان من الحاجات الهايله للفراخ. عايزه زبده هنا بقى حطي زبده كده. بصي عشان تمام تتلسع مننا. بس فين احط معلقه سكر. انا كده يعني بكرمل السكر. انا حطيت السكر اهو. استنى بقى لما ياخد كده لون هحط يا جماعه البصل. هنا بقى هنبدا عمليه كرمله البصل. هكرمل البصل. ايه اكتر اكله انا بعملها وانت بتحبي تاكليها مني؟ اقول لك بتعملي القلقاس اللي هو بالدمعه. بتعمل القلقاس الصعيدي خطير جميل قوي. بتعمل كمان البانيه المكرونه بس هي طبعا احلى. طب بصي بقى يا ريت نقفل يعني عايزين نحط شويه ملح وشويه فلفل بس برضو حسب الرغبه. ملح وفلفل حسب الرغبه يعني ولا يعني مثلا قولي بتبله يعني قولي مثلا معلقه مثلا. قلبي بقى. دلوقتي يا جماعه الكشك برد. ممكن احطه في البوله واحط عليه البصل عشان تشوفوا الشكل النهائي ليه. شكله حلو قوي. بصي بقى جايه يا جماعه ريحته تحفه. مش عايزه اقول لكم على ريحته عامله ازاي. ريحته حلوه بصراحه يعني ايه. وبالف هنا وشفا. شكله حلو وريحته حلوه. ريحته لو معاكي عيش بقى خطير. نعيد بقى تاني. عملنا ايه بالفرخه؟ حطينا غسلناها طبعا. بعد كده دهناها بالملح والفلفل. وعندك بقى لو عندك بصل باودر او لو عندك توم باودر اوكي بتدي طعم جميل. وبعد كده احنا خلاص كرملنا البصل. انا عايزاه بس بارد عشان ندهن بقى الفرخه بالبصل ده. بصوا يا جماعه اهو حطينا البصل المكرمل على الفرخه. وبعدين ممكن نعمل ايه بقى الفلفل الالوان ده نحطه من تحت كده. ده دبس رمان. هنحط قد ايه بس؟ بصي بقى يعني ما يعادل مثلا معلقه. ماشي كده. عايزه بقى شويه ميه دافيه. شكل الفرخه بيبقى كده يا جماعه. اوكي. حطي هنا ما يعادل يعني نص كوبايه ميه. اوكي بس كفايه اهو. وبعدين هجيب الفويل اهو. بصي اهو بغطي كده. غطيتها اهو
هنحط الفرخه في الفرن ساعه ونجيلكم بعد ساعه ان شاء الله نشوف هنعمل ايه. دوقي يا مرمر قولي لي رايك، بس انا عايزه رايك بصراحه. حاضر والله. بس انا اعتقد يعني ان النتيجه ان شاء الله جميله. دوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده يا جماعه فعلا والله مش عايزه اقول لكم ريحه جميله قد ايه. رهيب. وانا عايزه بقى اشوف الفرخه، بس اللي شددني اكتر من الفرخه ريحه الصوص الرهيب ده. الريحه بس انا حاساها سخنه قوي. بسم الله. والله مسكر. ممكن اطلع حته فرخه؟ طبعا طلعي شوفي الفرخه جميله. شوفوا عامله ازاي يا جماعه. ايه رايك في التتبيله؟ جميله والله. لا مش عشان هي مامتي، بس هي تحفه والله. والكشك ده تمام. احنا دي كانت وصفتنا للنهارده. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل ام طيبه، وكل سنه وكل ام طيبه يا رب. يديم علينا نعمه امهاتنا في حياتنا، ويرحم كل ام يا رب متوفاه. وانا مبسوطه جدا اني عملت الحلقه دي مع ماما. انت مبسوطه مني ولا لا؟ طبعا مبسوطه قوي. وان شاء الله يعود عليكم الايام بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام ورمضان كمان. كل سنه وانتم طيبين.